MDJS, faire gagner le sport. متتبعي موقع لو ماتان سبور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الإخباري غيداك سبور، والبداية مع أهم العناوين. 3 حصص تدريبية للوداد ببريتوريا قبل مواجهة سان داونز. تحديد نوعية إصابة لاعب فريق الرجاء. الركراكي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني استعدادا لتصفيات المونديال. تطورات إصابة رضا سليم. ومكوينة يتحدث عن النهائي المرتقب بين الوداد وسان داونز. إلى التفاصيل. سيجري فريق الوداد الرياضي 3 حصص تدريبية ببريتوريا تأهبا لمواجهة ميلودي سان داونز الجنوب الإفريقي برسم إياب نهائي الدوري الإفريقي الأحد المقبل، حيث غادي تكون الأولى لإزالة العياء غدا الخميس والثانية يوم الجمعة، على أن تكون الأخيرة السبت بملعب لوفتيس فيرسفيلد. ويذكر أن الوداد شد الرحال صوب بريتوريا اليوم الأربعاء في رحلة مباشرة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كشف مصدر مقرب من فريق الرجاء أن بوشعيب العراس يتعرض لتمزق جزئي في أوتار العضلة الضامة، مشددا أنها لا تتطلب علاج طبي وتحتاج إلى الراحة الكافية فقط، وبعد الوقت مع أدوية مساعدة للتخفيف من الأعراض والآلام فقط. وبات في حكم المؤكد غياب العراس عن المباراة المقبلة اللي غادي تجمع الرجاء الرياضي بمضيفه شباب السوالم الرياضي برسم الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية، واللي تقرر إجراءها يوم السبت المقبل بداية من الساعة 6:15 مساء. سيعلن الناخب الوطني وليد الركراكي عن قائمة المنتخب المغربي المشاركة في المعسكر الإعدادي الأسبوع القادم استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026. ومن المرتقب أن يقدم الركراكي على مجموعة من التعديلات بالتركيبة الأساسية للفريق الوطني بعد تعرض كثير من اللاعبين لإصابات قد تستدعي إبعادهم عن القائمة. ومن أبرز اللاعبين الذين سيستوجب على الناخب الوطني إقحام بدلاء جدد لشغل مراكزهم نجد عز الدين أناحي، أسامة العزوزي، عبد الحميد الصابري، عبد الرزاق حمد الله، سليم أملاح، جواد اليميق، وزكريا أبو خلال. كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي تطورات حالة المغربي رضا سليم مهاجم الأهلي المصري بعد خضوعه لعملية جراحية في ترقوة. وقال جاب الله في بيان رسمي على موقع الأهلي أن حالة رضا سليم مطمئنة للغاية بعد الجراحة اللي خضع لها في عدمة ترقوة. وأشار طبيب الأهلي إلى أنه تواصل مع أخصائي الجراحة الذي أشرف على العملية وتأكد على جميع التفاصيل، وأنه سوف يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة. أكد رولاني مكوينة مدرب ميلودي سان داونز الجنوب الإفريقي بأن أنصار النادي لعبت دور كبير في وصول فريقه إلى نهائي الدوري الإفريقي، معتبرا أن مساندة الجماهير لهم في المباراة القادمة أمام الوداد الرياضي ستؤثر على نتيجة اللقاء لصالحهم. وقال مكوينة في تصريح لإذاعة جنوب إفريقيا: أنتظر من مناصرينا أن يستجيبوا لدعوتنا وأن يحضروا الأحد القادم إلى المدرجات ويقدموا أفضل العروض ويتمكنوا بذلك من إلهام اللاعبين. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم. إلى اللقاء. MDJS, faire gagner le sport.